في المكان ده نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، ونزلت أول آية في القرآن الكريم. أهلا بكم في غار حراء. أصدقائي، احنا دلوقتي موجودين في مكان كان بيتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه سيدنا جبريل، فبتمنى توصلوا الفيديو ل1,000,000 لايك. احنا النهارده موجودين في السعودية، وبالتحديد في مكة على جبل النور، المكان اللي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا على الانحدار اللي هيؤدي بعد كده لجبل النور. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة واللي كانوا بيعبدوا الأصنام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينكر عليهم عبادة الأصنام، وبدأ رحلة من البحث والتأمل. فكان بياخد الطعام والشراب ويطلع على جبل النور في أقصى مكة، وقدامه الكعبة بعيد عن البشر علشان يتأمل في خلق السماوات والأرض. لكن بعد فترة من تكرار خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هيحصل موقف مهيب هتتغير بعده مجريات الحياة، مش بس في الجزيرة العربية ولكن على وجه الأرض. بدأت مقدمات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في أمور عجيبة في حياته، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمشي في الصحراء كان الصخور والشجر والحجر بيسمعها بتسلم عليه وبتقول السلام عليك يا رسول الله. وبعدها بدأت مرحلة الرؤية الصادقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم كان بيشوف رؤية واضحة جدا، ولما يصحى من النوم يلاقي اللي شافه وهو في الحلم بيتحقق على أرض الواقع قدام عينه، وكأن الأمور دي كانت بتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي. ففي ليلة من الليالي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد فيها في غار حراء بالطريقة اللي ربنا ألهمه ليها، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل في هيئة رجل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مقدمات اقرأ. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهول وقال ما أنا بقارئ. فقرب سيدنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم وضمه ضمة شديدة وقال اقرأ، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما أنا بقارئ، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم تاني سيدنا جبريل وضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ، ثم تركه فقال ما أنا بقارئ. وللمرة الثالثة غطوا سيدنا جبريل غطة شديدة جدا، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم أحس كأنه هيموت وقال اقرأ، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي البنيان، الا ان ضم سيدنا جبريل ليه كان شديد جدا، وكأنه بيقول ان اللي انت شايفه ده حقيقة مش حلم. وقال سيدنا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفجأة اختفى سيدنا جبريل وترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الغار، وقلبه بيرجف من شدة الفزع والخوف. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الجبل من غار حراء في اتجاه بيت السيدة خديجة، ولما وصل قال زملوني زملوني، فغطوا النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما هدي، وبعدها بدأ يحكي اللي حصل. وطبعا طول ما انتم طالعين على جبل النور في اتجاه غار حراء هتلاقوا حمام، بس المنطقة هنا تقريبا في وسط الجبل أو في نص المسافة فيها حمام كبير جدا. تعالوا كده نحط الأكل، شوف هل هيجوا فعلا. وبعد ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل في اتجاه بيت السيدة خديجة سمع صوت بيقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم نظره للسماء وبص، فلقى سيدنا جبريل في السماء. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرعوب من المنظر، ثابت مش قادر يتحرك. لكن المرعب أكتر إنه كان لما يبص في أي اتجاه في السماء يلاقي سيدنا جبريل في الاتجاه ده. انتم متخيلين إن احنا موجودين دلوقتي في المكان اللي حصل فيه الحدث ده، وإن احتمال المكان اللي أنا واقف عليه ده أو الموضع ده هو المكان اللي كان واقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبص للسماء وبيشوف سيدنا جبريل واقف ما بين السماء والأرض. أصدقائي، انتم متخيلين ان احنا صعدنا المسافة دي كلها وقربنا خلاص نوصل للمكان اللي التقى فيه سيدنا محمد بسيدنا جبريل. بعد حدوث الموقف ده انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظهرش سيدنا جبريل لفترة كبيرة من الوقت. ومع اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الرجل اللي ضمه في الغار كان بيخرج في الجبال لعله يشوف هذا الرجل. وبعد فترة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعت صوتا فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت من خلفي فلم أرى شيئا، فنوديت
فرفعت بصري إلى السماء فإذا بالملك الذي رأيته في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما استحملش اللي شافه، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. وبعدها رجع لبيت السيدة خديجة وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ومن هنا هتبدأ مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا دلوقتي موجودين عند مدخل غار حراء اللي كان بيدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم علشان يتعبد داخل الغار ويتأمل في خلق السماوات والأرض. وزي ما انتم شايفين هتلاقوا في عدد كبير جدا من الناس عند المدخل. اللي ساعدني في تصوير حلقة غار حراء هو ضياء، شكرا جزيلا. عفو، توفيق ان شاء الله حبيبي. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن غار حراء ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.